النهارده في لقاء مع الحاج سعد عبد الكريم. كان لازم ننتهز الفرصة علشان الراجل ده تاريخ. فاحنا هو عنده حكايات كتير يجب ان احنا نسمعها ونوثقها. يعني ده توثيق للأحداث، مش هتلاقي حد أحسن منه يقول لنا الأحداث دي. يا أهلا بك يا أبو نهل. اهلا وسهلا كابتن سعيد. انت منورنا النهارده. الله يكرمك. عايزين كده نكلم ابنائنا والاجيال الجديده عن الملعب، بدايه نشأة الملعب، بدايه نشأة مركز الشباب والمراحل اللي مر بيها. خلينا في المنطقه الاولانيه، في الملعب اللي هو الملعب اللي جنب اللي بتاع المدارس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن اول واحد جه منتدب من الشباب من المحليات لمده 10 سنين، فكان الحاج سعيد الميمي وخال عراقي والاعضاء المحترمين الكبار مشوا، واللي كانوا معايا اصغر سنا مني، فهم حملونا المسؤوليه نحافظ على الملعب والنادي. وكان معايا مش لوحدي، معايا الناس الحلوه كلهم، محمد ابو طور، جمعه الجبرون، الشحات المال، كل الناس دي حبايبي، كل يوسف شعبان، كل بلدنا حبايبي واخواتي صغيرين. وكنت بعمل اي حاجه هم ورايا في ظهري، وسدينا الفراغ بتاع الحاج سعيد وخال العراقي والحاج منير والكلام ده كله. الحاج سعيد والناس اللي انت بتتكلم عليهم دول ده المجلس اللي كان موجود المجلس القديم اللي له تاريخ عظيم، واللي هو السبب في نظافه البلد وفتح الشوارع. خلينا نتكلم على الملعب. دول اللي عملوا الملعب الاولاني. الحاج سعيد واللي معاه. تمام. ومعاه. وبعدين بعد كده المفروض زي ما قلت قبل كده، كان المفروض وزاره البيئه والصحه تكرم النادي تكريم كبير، لانه نظفوا البلد، شالوا مليون كوم سباخ وعملوا مكانه مصالح البلد. وجم هنا في الملعب كان عباره عن نقره وفيه مستنقعات. خلينا في الملعب اللي هناك يا ابو نهل. الملعب اللي هناك. الحاج سعيد، الحاج منير شبانه، الحاج سعد الميمي، ما كان معاهم مستعد نصر ومحمود عبد الكريم والحاج سمير ابو طيور ومحمد كل الناس كانت ورا الحاج. كل الناس كانت وراه. وجم عملوا الملعب اللي هناك وسابوهم مصالح للناس. تمام. خلينا في هناك دلوقتي. الفرقه اللي بتاعه الكوره كانت ايامها كانت مين اللي بيلعب؟ انا اقول لك بقى على كده بقى، يعني على النجوم اللي كانوا موجودين في التاريخ اللي انا شفته. كان احمد صقر. تمام. احمد صقر كان لعيب. تمام. كان موجود رجب القدام السعيد الدسور عمراوي كان نجم. المعداوي بسعد ابو ايمن. المعداوي بسعد كان لعيب. محمود عبد الكريم لعيب. جلال العلام، الجماعه القدام دول. الاستاذ جلال. جلال والجماعه. لكن الجيل ده ما يعني كانوا بيلعبوا بس هنا. بيلعبوا هنا. ما دخلوش بقى في مسابقات وحاجات اداره الشباب؟ لا. اما بدايه دخولنا وظهورنا على الساحه 72. بدايه الظهور 72. تمام. كان مين؟ كان صفوت واحمد ابو سعد، كابتن صفوت ابو طيور، احمد ابو سعد الله يرحمه، ومجدي مجدي وسراج كانوا الاثنين كانوا، وعبد العاطي عطا اخو طارق عطا، وعبد اللطيف، وكان حسين كابتن عبد اللطيف عطا. كابتن عبد اللطيف عطا، حسين الميمي. وكان موجود عزت جون وعيد جوان. دول كانوا تاريخ. لو هم دول موجودين منتخب، اذا اجتمعت الفرقه دي بتاع صفوت واحمد ابو سعد اللي كان لعيب، وحسن احمد ابو سعد كان صانع العاب، لعيب كبير جدا جدا. فكان ده بنسميه زي وكان الله يرحمه عصام موسى. عصام ده كان وراهم بشويه. عصام وجمعه الجبرون وفايز موسى. تمام. فالجماعه دول بقى، وكان عبد العاطي الله يرحمه. فكان دول اذا اجتمعوا 8 لعيبه منتخب. وعزت وعيد منتخب. اجوان لعيبه كده. فبعد منهم بقى ظهر بقى عملنا كانت في مسابقه كوره في المنيا. تمام. وبلدنا غلبت المنيا. تمام. وكان محمد افندي ابو شحاته والاستاذ محمود ابو طور، وكان موجودين ناس كتير. تمام. فجينا اخترعنا، قلنا نعمل دوره. فعملنا 5 فرق من 6 ابتدائي. تمام. مثلوا جراح 15 سنه. مؤمن حمدي من 6 ابتدائي اللي هم في المدرسه.
محمد الناجي محمد الناغي وحمد ابو حسين. حمد ابو حسين وابراهيم وطلعت والجيل الجميل دي واخو. بس طلعت ما كملش في الكوره. ابراهيم كمل. وابراهيم سلامه وابراهيم والاسبوع ده محمد عبقاوي وحمدي وابراهيم محمد فكري وطارق عطا محمد رمضان حماده المسيري. كان جيل جميل جدا، جيل يلعب في اي نادي كبير. وبعدين رجعنا تاني دخلنا العمال عشان اول ايه خدوا يوم. العمال دخلنا العمال بقى، العمال تلعب يوم ودول يلعبوا يومين، ودخلنا بيلعبوا في الملعب. المرحلة دي كانت هنا في الملعب ده أبو نهلة ولا لسه في الملعب القديم؟ لا كانت في الملعب ده بقى. في الملعب ده. طب خلينا نتكلم في الملعب القديم. الملعب ده الملعب القديم زمان كان عندنا ملعب وكان عندنا ريح يعني احنا بنتكلم براحتنا. وكان عندنا ملعب وكان عندنا كرة طايرة كانت قدام الجامع كده. شفت الحاج عليمي وابويا ونصر ابو الدهب بيلعبوا طايرة والحاج منير. يعني في الوقت ده وشفت كرة سلة وكرتين طايرة كان الحاج رياض جايبهم الله يرحمه. الله يرحمه. النشاط كان عالي قوي زمان في البلد في المنطقة. النشاط كان عالي والناس بتلعب بروح. وبيلعبوا بدون اجر وبيصلحوا في الملعب بدون اجر وبيعملوا كل حاجة. انا وصفتهم زي الجماعة اللي صلحوا الملاعب والمضيافة والنادي، زي الجماعه اللي فحروا القناه بالغلاء والفاس. لا ما كانش في امكانيات خالص. ما كانش في حاجه خالص. ما فيش امكانيات وكل الروح حلوه. انا افتكر مره عصام موسى الله يرحمه جاب في الملعب دي جاب فريق من الغربيه. تمام. والملعب نزل فيه ميه. تتوقع ان الشباب محمد جبرون والمجموعه دي الحلوه دي كلها جابوا رماد وردموا ولعب. يعني كان فيه روح جامده، روح قتاليه. وكل الناس بتحب بعضها وبتحترم بعضها. انا حضرت الماتشات دي في الملعب القديم. كانت البلد كلها بتقعد على مال الجسر كده زي الاستاد، كان زي المدرجات كده. بنرجع الحاجه دي لايه؟ الناس كانت فاضيه؟ لا، او ده كان الترفيه اللي كان موجود. الناس كان روح حلوه وبيحبوا بعض. وكان الشباب الله يرحمه الحاج سعيد الميمي كان جعل الشباب ده اولاده او اخواته صغيرين كلهم كانوا بيقولوا كده. واخواته كلهم اخواته صغيرين. والسعد بكرمه والنكت بتاعته بلف الناس حواليه. فكان دايما ايه الناس كلها بتحبيه. هو الكل اجمع في المنطقه دي. الحاج سعيد كانوا بيتكلموا على ابو الشباب. الكابتن سعدي كان داخل من منطقه تانية، انه كان بيدعمهم. ده تقريبا كان بتبنيهم بفلوس واكل وكل حاجه السعد. وكان كريم جدا وكان بيلم الشباب حواليه وينكت ويعمل. وكان يعني كانوا جعلين الناس دي اخواتهم او ولادهم. فكانت الروح حلوه. ولما جينا برضه هنا في الملعب هنا كانت الروح حلوه جميله جدا. خلينا في الملعب اللي هناك. هنعدي على المرحله دي. الملعب اللي هناك والبلد سمعت قوي وبقى عندنا فرقه وبنجيب بتاع. وعملوا فانيلات كده شفتها وراحوا عند ابو اليزيد عملوا فتابل. ابو اليزيد في كفر الشيخ. حكايه ابو اليزيد دي حكاها لي الحاج منير الله يرحمه. واخد بالك. وبعدين طيب ليه احنا سيبنا الملعب ده بقى؟ عرف الناس يعني ان ده كان ملعبنا اللي في المدارس. الملعب دي بقى البلد ما فيش فيها مدارس. خلاص اروح المتر ابو الحارث. تمام. فالشباب ساب كانت المدرسه اللي موجوده كانت مؤجره. تمام. بتاع الحاج عبد العريش الله يرحمه. فطبعا طبعا اللي هروحهم فالشباب عمل تنازل. مجلس اداره مركز الشباب تنازلوا عن الملعب عشان مصلحه البلد. تمام. وابو عاملين بقى فيها جمعيه ومدارس وحاجات حلوه يعني سابوها يعني نفعوا البلد يعني. هل القرار ده كان سليم يا ابو نهله؟ القرار سليم طبعا. انا على المدى الطويل بعدين يعني في ساعات قرارات كده هم خدوها تبع الظروف وتبع الضغوط وقتها. لكن على المدى الطويل كانت البلد هتقب وتغطس ويعملوا مدرسه. كان البلد منقسمه بس هم رجعوا قال لك ولادنا هيروحوا متى ابو الحارث ازاي وشعتفهم. فخضعوا لمصالح البلد وجم على الملعب. هي دي بقى اللي احنا بنقول عليه. خضعوا لمصالح البلد. دي بقى اسمها المسؤوليه. انت لما تكون مسؤول ما بتاخدش قرار كده عشوائي ولا انفعالي. ممكن الشباب يقولوا لا واحنا احنا عايزين نلعب. طيب احنا دلوقتي يا ابو نهله الجزء الاولاني ده الجزء الاول. انهينا الملعب. حاج سعيد الميمي الله يرحمه، ابو الشباب، الكابتن سعدي، الكابتن وراهم ناس كتير يعني كان وراهم كل الناس كانت وراه. السيد بكر قال لي كلمه. كل الناس قال لي شوف
احنا كلنا اه ما كناش نجرؤ ننزل الملعب ولا نصلح فيه ولا نخش فيه ولا نعمل حاجه الا بوجود السعيد الميمي. السعيد الميمي كان في المقدمه، طبعا. والسعيد نفسه الله يرحمه الحاج سعيد كان بيستمد قوته برضه من الشباب والناس الشباب وراه. ما كانش الامر بالساهل. لا. الناس كانت هناك لها كوام ولها بتاع ولا وكان فيه خناقات برضه كبيره، خناقات كبيره وكل حاجه. يعني هنختم اللقاء الاول. اتفضل، عايز تقول ايه حاجه؟ ورجع بقى الحاج سعيد الله يرحمه. مش هنيجي هنا، مش هنيجي هنا بقى. خلينا في المنطقه الاولانيه. احنا سيبنا الملعب اللي هناك وخضعنا للبلد، وسيبنا الملعب تنازلنا له عشان يعملوا المدرسه.